لو حد فينا متابع عالم تطوير الويب فأكيد واخد باله إن مجتمع أنجولار كله حرفيا بيتكلم في موضوع واحد بس مؤخرا: السيجنالز. الموضوع ده عمل ضجة كبيرة وبصراحة لخبطة أكبر، فاحنا هنا عشان نفصص الحكاية دي ونفهم إيه القصة بالظبط. طيب، ليه كل الدوشة دي معمولة؟ عشان نفهم لازم نبقى عارفين إن أنجلر معروف عنه إنه فريم ورك تقيل ومستقر، بيستخدم في مشاريع ضخمة جدا وعلى مستوى الشركات الكبيرة. فأي تغيير فيه مش مجرد أبديت وخلاص، لا ده تغيير بيمس طريقة شغل الفريم ورك من أساسها. والاقتباس ده بيلخص المخاطرة كلها. ده كلام واحد من المطورين في مجتمع أنجلر، وهو بيوضح إن الموضوع مش مجرد إضافة ميزة جديدة، دي نقلة نوعية ممكن تخلي ناس تسيب الفريم ورك خالص. وده بيورينا قد إيه الموضوع ده كبير ومهم. تمام. عشان نفهم السيجنالز جت ليه لازم نرجع خطوة لورا ونشوف المشكلة الأصلية اللي هي جاية تحلها. خلينا نشوف أنجلر كان بيتعامل إزاي مع التغييرات بالطريقة القديمة بتاعته. الزون جي اس هو اللي كان بيشغل الليلة كلها، دوره عامل زي المخبر كده، واقف على الباب بيراقب أي حركة. أول ما يحصل أي حدث في المتصفح، أي كليك، أي حاجة، بيجري ينبه أنجلر ويقول له: الحق، ممكن يكون في حاجة اتغيرت، روح بص بصة. هو اللي بيدي إشارة البدء. والمصيبة كلها في الخطوة التالتة دي. أنجولار بيكون زي الأعمى، ما بيعرفش إيه بالظبط اللي اتغير، فبيضطر يعمل إيه؟ يلف على الأبليكيشن كله من أوله لآخره. تخيل معايا إنذار الحريق بتاع عمارة كاملة يضرب عشان واحد بس حرق عيش توست في شقته. هو ده اللي بيحصل بالظبط، استهلاك رهيب للموارد على الفاضي. وعشان المشكلة دي المطورين كانوا أبطال بصراحة، لجأوا لأدوات تانية زي ال RxJS وال NGRX. دي كانت حلول ذكية عشان يحاولوا يسيطروا على الفوضى اللي بيعملها الفحص الشامل ده، ويديروا حالة التطبيق بشكل أحسن. ال RxJS وال NGRX أدوات قوية جدا طبعا، بس في الآخر هي كانت حلول التفافية، زي ما تكون بتعمل كوبري عشان تتفادى حفرة في الطريق الأساسي. هي مش بتصلح الحفرة نفسها، هي بتلف من حواليها. لحد ما جت السيجنالز، ودي بقى مش حل التفافي ومش جاية تعمل كباري، دي جاية عشان تردم الحفرة نفسها. ده حل أصلي من أنجلر عشان يحل مشكلة التفاعلية دي من جذورها. الأهداف دي مش أي كلام، دي من الورق الرسمي بتاع فريق أنجلر. أهم حاجة فيهم تحديثات دقيقة. يعني بدل ما ندهن الشقة كلها عشان نغير برواز، لا، إحنا هنغير البرواز بس. والهدف الأكبر والأهم: مستقبل من غير زون جي اس خالص، أو زونلس زي ما بيقولوا. طيب، الكلام النظري ده جميل وكل حاجة، بس الأرقام ما بتكدبش. خلينا بقى ندخل في الجد ونشوف مقارنة حقيقية بالبيانات عشان نوضح مش بس إزاي السيجنالز بتشتغل، لا، الأهم قد إيه أدائها أحسن. بصوا معايا كده على الرسم البياني ده. الدليل البصري هنا قاطع. شايفين الفرق الرهيب في استهلاك الميموري؟ العمود الأزرق الصغنوط ده هو ده السيجنالز. الفرق بصراحة صادم. مع ال RxJS وتحت ضغط الشغل استهلاك الذاكرة بيزيد ب 13.3 ميجا بايت، وده رقم مش قليل خالص بيجي من تراكم الاشتراكات والحاجات دي. ونيجي بقى للسيجنالز، الزيادة كام؟ يدوب 0.8 ميجا بايت. شايفين الفرق عامل ازاي؟ ده لأن السيجنالز معمولة عشان تنظف ورا نفسها بشكل تلقائي، فمش بتسيب أي حاجة تستهلك الذاكرة. والجدول ده بيلخص الليلة كلها. بص بس على أول خانة، تعقيد التحديث. السيجنالز بتوصل ل O1، يعني التحديث بيحصل في وقت الثابت تقريبا، مش فارق معاه حجم الابليكيشن. وشوفوا عدد السبسكريبشنز صفر صفر، يعني مشكلة تسريب الذاكرة اللي كانت بتؤرق كل المطورين تقريبا بتختفي. الأرقام دي بتصرخ بتفوق واضح للسيجنالز. الرسمة دي عبقرية، بتورينا الصورة كاملة. الخط الأخضر بتاع السيجنالز كأنه واكل الجو، متفوق في كل حاجة تقريبا. يعني مش بس أداء وميموري، لا، ده حتى تجربة المطور نفسها بتكون أحسن وأسهل. طيب، كل الأرقام والكلام ده معناه إيه المستقبل أنجلر؟ معناه إننا بنتحرك لخطوة كبيرة قوي، خطوة نحو التخلص من زون جي اس تماماً. وهنا أهم نقطة، فريق أنجلر طمن الناس كلها، قالوا بالحرف الواحد: محدش هيتغصب على التغيير ده، والمشاريع القديمة مش هتبوظ، الموضوع تدريجي واختياري تماما. يعني خلاصة الموضوع مرن جدا، ممكن تبني أجزاء جديدة من تطبيقك بالسيجنالز النهاردة وتخلي الأجزاء القديمة شغالة زي ما هي، والتلاتة يقدروا يعيشوا مع بعض في سلام. ده بيخلي عملية الانتقال سهلة وأمنة جدا. في النهاية السيجنالز مش مجرد تحديث جديد، دي تعتبر فلسفة جديدة لأنجلر، بتصلح مشكلة أساسية فضلت موجودة لسنين طويلة، وبتقدم أداء وكفاءة ما كانوش ممكنين قبل كده. التحول ده بدأ بالفعل، والسؤال الحقيقي دلوقتي مش هل المطورين هيستخدموها، السؤال هو إمتى التحول ده هيكتسح مجتمع أنجلر بالكامل.